يعطيكم الف عافيه. طلع الشيخ نعيم اليوم عم يرجع يعيد اعلان الولاء لايران، وانه نحن بناخذ لبنان وشعب لبنان وجنوب لبنان وبيروت وكل لبنان على حرب، واخر همنا ومش سألانين. يعني انت لو بتوعى شوي شيخ نعيم وبتقوم من تحت الارض وبتشوفنا نحن شو عم بيصير فينا، بنقول لك انه طلع واحكي. يعني نحن رحنا لنساند فلسطين، راحوا تشكروا قطر وتركوك وما سألوا عنك، والنهاية كانت استشهاد 200,000 شخص وإبادة غزة وإبادة الجنوب. هذه النتيجة اللي كانت، انه انت ببلد منهوك، كهرباء ما عندك، قطن دينام ما بتصنع، كل شيء لإلك، مصرياتك واكلك وشربك وكل شيء لإلك من الخارج. لا، وبتروح تتهموا العالم بالعمالة. مش على ذوق ربك كل يوم تاخذنا على حرب. انت ما سألت العالم ب7 اكتوبر اذا بتفوت على حرب او لا، ورحت تلوم الشعب اللبناني، ورحت تركت العالم تنام بالشارع. انت اليوم اذا بدك تعمل حرب مع ايران كرمال ايران ولمساندة الارعم بايران، هذا الدكتاتور الاكبر. اذا رحت بدك تعمل حرب كرمال وقام تقعد الناس، قبلين تروح تزت النسوان المشودره بالنايت كلوب ببيروت وعلى الارصفه ببيروت، قبلين فيهم هاو، قبلين اهلنا وناسنا يروحوا يشحدوا بيوت لحتى لا يقعدوا فيها، وانت قاعد لي تحت الارض ومبسوط لانه في واحد اسمه ولي فقيه شقف الدكتاتوري عايش بايران بيكتب لك وانت بتطلع بتملي علينا. لا، مش على ذوقك، ولازم اساسا الدوله اللبنانيه تطلع قرار بكمشك، يروحوا يكمشوك يشوفوا شي شغلي، يكمشوا لك شي مصح شي شغلي. خفيك عقل انت وبتطلع بتقول بدك تساند ايران بعد الدمار كله اللي شايفه ببلدك. انت على الجنوب ما قادر تطلع، على الجنوب الليطاني مش قادر تبعت شبابك، بدك تعمل حرب تساند ايران؟ يا فيهم من الوهم اللي انتوا فيه. عم شو كان يطعميكم يا اخي؟ بدي افهم انا الخميني شو كان يطعميكم، شو كان يبعث لكم على لبنان؟ والله ما عم بعرف يا اخي. شو ماكلين بزماناتكم؟ والله ما بعرف.